السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعة؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل بودرة السحلب. هنحط نص كوباية رز مطحون، طحناه قوي قوي قوي، او لو عندك مطحون حطي. لو طحنتيه في البيت لازم تحلليه عشان تطلعي الخشن اللي فيه. كوباية نشا كاملة برضو تحلليه. ونص كوباية لبن بودرة. معمليش يا جماعة لايك للفيديو، يعمل لي واشتراك للقناة. وانتوا نورتوني، اهلا وسهلا بيكم. ونعمل بقى مشروبات الشتوية كده الجميلة. هنحط 4 معالق سكر بودرة برضو. انتي طحني الرز وطحني السكر في البيت. لو عندك بقى جاهز يعني يستحسن، بس طبعا لو ما عندكيش طحني. انا طحنت السكر في البيت وطحنت الرز في البيت، عشان كده بطلع الخشن منهم واركنهم على جنب، بس انا مش هرميه يعني. يبقى انا دلوقتي حطيت نص كوبايه رز، كوبايه نشا، نص بودر، 4 معالق سكر مطحونين، معلقتين سمسم. هقليهم بقى ببعض كويس قوي، وهحط كمان رشه فانيليا. دلوقتي هحط الاول شويه زيت كده. ما تحطيش المكسرات مع بودره السحلب، لان مع الوقت المكسرات طعمها بيتغير. فانت خلي عندك كده حبه. حطيت طبعا فانيليا. خلي عندك حبه، ما تيجي تسوي السحلب تحطي على وش مكسرات، او تحطي وانت بتعمليه. ودي السحلب خلص باسهل طريقه. بودره السحلب بطريقه اقتصاديه جدا جدا. هنعمل دلوقتي بقى بودره الكاكاو او بودره الشوكولاته. بودره الشوكولاته نحطي معلقتين كاكاو. حطيتي معلقتين كاكاو تحطي 4 لبن، 4 سكر، معلقه نشا. الكاكاو طبعا بيبقى فيه تكتلات كده. النشا بس هو بيديله قوام بسيط قوي قوي قوي، عشان يخلي الكاكاو يخليه زي الشوكولاته اللي بيجيبه من بره. مش بيأثر او مش بيقلبه مهلبيه ولا حاجه، لا. ده بيبقى بسيط قوي بس بيديله قوام بس. حط بقى معلقه سكر. انا طبعا حطيت معلقه ونص هنا كاكاو، وهحط معلقه ونص معلقتين سكر، عشان انا عندي اصلا كنت عامله من قريب، فانا عامله كميه قليله. وهحط 3 معالق لبن بودر، برضو هحلله اهو. 3 معالق لبن بودر. معلقه نشا ممسوحه. معلقه النشا دي بتديله قوام بس مش اكتر. اهي معلقه نشا بس. وقلبوا بعض كويس قوي قوي. يبقى عملنا بودرة السحلب وعملنا بودرة الكاكاو بأسهل طريقة في البيت، بدل ما بتجيبه من بره. السحلب دلوقتي بيتباع 240 جنيه الكيلو. انتي اعملي في البيت ووفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقاكم إن شاء الله في فيديو جاي بإذن الله على خير وسلامة.